بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة السجناء، أهالينا الكرام، الهيئات والمؤسسات الشرعية والإنسانية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة العدل، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، تحية حياة أو موت. وبعد، تعاقبت الشهور والسنون ونحن نصرخ بملء صوتنا الذي بح من قسوة الظلم ومرارة المعاناة أن كفى ظلما وتضييعا للعدالة، وكفى هضما للحقوق ووأدا للإنسانية، ولم نترك وسيلة إلا اتخذناها لنوصل صوتنا للمعنيين الذين غابت قلوبهم وضمائرهم فلم يسمعونا، وقوبلنا بالصد تارة والتملص من المسؤولية تارة أخرى والالتفاف على المطالب تارات. وقد حذرنا مرارا أن الوضع في السجون مأساوي آيل للانفجار بأي لحظة، خصوصا مع كثرة الوفيات نتيجة انعدام الرعاية الصحية. فقد توفي 44 سجينا العام الماضي، ومنذ بداية العام فقدنا 6 سجناء، أحدهم قتل نفسه نتيجة إهمال الدولة بواجباتها من الناحية الطبية والخدماتية، إضافة إلى تعطل الجسم القضائي بإضرابات متكررة مما جعل السجناء رهائن في وجه الدولة وموازنتها القادمة. واليوم بعد معاناة سنين تفاجأنا بأن الدولة اللبنانية تسعى لحلول انتقائية تكرس فيه الظلم الذي انتهجته طيلة السنوات الماضية بمختلف أجهزتها الأمنية والقضائية، وذلك من خلال إخراج السجناء السوريين وتسليمهم لبلدهم، وهو حق مشروع لهم من أول يوم سقط فيه نظام الأسد المجرم، ونسأل الله أن يتكلل هذا الأمر بالنجاح العاجل. وترك باقي السجناء يعانون من وطأة المماطلة والتسويف، تارة بكذبة محكمة رومي، وتارة بخديعة تسريع المحاكمات، وتارة بشعارات فارغة حول تخفيف الاكتظاظ، وتارة باقتراحات مرمية في أدراج اللجان، وذلك كله بخلاف الوعد الذي أعطاه رئيس الحكومة بأن يكون الحل يشمل جميع السجناء بغض النظر عن جنسيتهم أو طائفتهم. لذلك أولا نعلن عن بدء إضراب عن الطعام يبدأ يوم غد الاثنين، ويستمر إلى أن يتم تحقيق مطالبنا الإنسانية المحقة بتحقيق مسار لعدالة شاملة لجميع السجناء. وندعو سجناء لبنان للانضمام لهذا الإضراب حتى تتحقق العدالة. ندعو أهلنا الكرام وكل صاحب